السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. وهذا رمضان غادي نقول لكم الطريقه اللي تنقلي بها انا الزيت، ما تكونش سخونه بزاف هكا باش توجدوا البريوات ديالكم. فهمتوا؟ ما تكونش سخونه نهائيا، ما تكونش سخونه، والعافيه تكون متوسطه باش ما يتحمرش لا غيتشوط من بعد ما يجيش مقرمل يجي خضر. هذا اللي بغيت نقول لكم البنات، العافيه متوسطه. وبهذه المناسبة نتمنى لكل المغاربة رمضان مبارك سعيد، والله يدخل عليكم هاد العواشر يا ربي بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا مع وليداتكم والله يفرحكم بهم، والله يرزقكم الرزق والصحة من عنده، واللي ماتوا ليه العائلة ديالو في هاد العواشر الله يصبروا والله يرحمهم والله يجعل مثواهم الجنة يا ربي. ونتمنى التوفيق لجميع الناس، الله يسهل على الجميع. شتو البنات، ما يكونش الزيت طايبه، تيجي اللوز عجيب 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 ومقرمل، وما تيجيش محروق وتياخذ اللون واحد. يعني تقوقفين عليه باش ما يتحرقش لكم، عاد تغفلوا عليه صافي مشى. لهذا ما تحيدوش من قدام المقله. هذه الطريقه البنات حتى تتحصلوا على اللون الذهبي صافي. وقبل ما تقليو على البنات تديروا بحال هكا، بحال اللي دايره انا زيف، تينشف فيه من هذاك الماء. عاده تتقليو تتكون النتيجه زوينه وتيجيكم واحد اللوز اللي مخير بصراحه، مخير. هو هذا قليته، شوفوا ما خصكمش تغفلوا عليه، اش قلت لكم، ولكن مقرمل. هذا هو اللون ديالو ديال السلو.